أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله الطاهرين. طبعا في هذا الفيديو سنتكلم عن التدخل الوهابي في الشؤون اليمنية، وبطريقة سافرة، ومن خلال عملاء لا يستحون ولا يتورعون أبدا من تقديم أنفسهم كممثلين للشعب اليمني في قنوات ليست بيمنية، وقنوات لا تدعم إلا الفتنة وإراقة دماء اليمنيين، ولها بصمة في إراقة الدم اليمني، بل هي متورطة إلى العمق في دم اليمن، وسنثبت هذا إن شاء الله. ونتكلم اليوم عن قناة وصال، وهي قناة وهابية تكفيرية إجرامية متورطة في الدم اليمني إلى العمق، ومتورطة في أحداث مستشفى العرضي، وهذا موجود ومسجل على شبكة الإنترنت وفي اليوتيوب، وتستطيعون أن تشاهدون ما فعلته قناة وصال وتحريضها على مستشفى اليمن وتفجير مستشفى وقتل المرضى. وستشاهدون الطريقة البشعة التي دخل فيها 9 سعوديين كلهم يحملون الجنسية السعودية إلى داخل هذا المستشفى، وقاموا بقتل المرضى اليمنيين من مواطنين من مختلف بلدان العالم، بينهم أطباء، أقصد الأطباء الذين كانوا من الفلبين ومن غيرها من بلدان أخرى، كانوا يعملون كأطباء في داخل هذا المستشفى. جاءوا المجاهدين السعوديين ليقتلوا هؤلاء الأطباء الذين كانوا يقدمون خدمة إنسانية. طبعا هؤلاء المجاهدين المسمين بالمجاهدين أو تنظيم القاعدة، الذين هم على علاقة وثيقة بقناة وصال، وهذا ما كشفته الأيام وأثبتته. طبعا علاقة تنظيم القاعدة بقناة وصال علاقة وثيقة، ونحن طبعا نقول للمملكة العربية السعودية إذا لم تقوموا بإقفال هذه القناة، وإذا لم تقوموا بمحاسبة هذه القناة، فنحن لن ننسى دماء شهدائنا، حتى لو تناسوا كل السياسيين لن ننسى دماء شهدائنا الذين قتلوا. نحن نحمل قناة وصال المسؤولية الكاملة عن سفك الدم اليمني، وما القاعدة وما ال9 الأفراد السعوديين الذين قاموا بتنفيذ العملية إلا أدوات هذه القناة التي أعلنت قبل الحادثة بيومين أنها ستشن حملة على هذا المستشفى، وكان هذا الكلام موجود ومسجل وموثق، ثم جاءت هذه الحملة الخسيسة الدنيئة. إذن الآن تتكلم قناة وصال عن أنها لماذا تدخل إيران في الشأن اليمني، وأن إيران تدخل في الشأن اليمني، وسبحان الله، وكأن قناة وصال هي قناة يمنية، وهي قناة وهابية تكفيرية إجرامية تتخذ من قطر والرياض وكرا لها لتبث سمومها إلى الشارع اليمني وإلى اليمنيين ولتحرض. ومع ثقتنا الكبيرة أن اليمنيين لا يستمعون لهذا، وهم يعلمون، اليمنيين يعلمون من يمثلهم، ويعلمون هذا المسمى الداغية أنه شخص جدا خسيس، جدا دنيء، جدا لا يستحي، جدا يعني رجل مهان، أسكت أكثر من مرة على الهواء مباشرة، لقن الإهانة بشكل كبير، ويتكلم باسم مشايخ. هذا والله جبان، هذا خسيس، هذا لا يمكن أن يتكلم باسم الشعب اليمني، وغير مقبول أساسا. نحن نتحدى هذا الرجل أن ينزل إلى اليمن، والله نتحداه بأعلى صوت، نتحدى هذا الداغية أن ينزل يمثل اليمنيين، أو ينزل إلى الأرض اليمنية إذا كان شيخ قبيلة، وهو فعلا شيخ قبيلة. هذا الرجل مشرد، هذا رجل عميل، هذا الرجل خسيس باع دينه ووطنه من أجل أن يحظى بقليل من المال ويثير الفتنة. إخواني، ماذا بكم من قناة تبث كل يوم برنامج يمتد لساعات للدعاء على الفتنة وتحريض اليمنيين إلى قتل بعضهم البعض، والتحليل في مذاهب اليمنيين وانتماءاتهم السياسية والحزبية. والمصيبة أنها تدعي أنها تحارب الرافضة الاثنى عشرية، والرافضة الاثنى عشرية موجودين عندهم في القصيم، موجودين في البحرين، موجودين في الكويت. فلماذا لا تشن هذه الحملة على هؤلاء؟ أو أنه فقط يجب أن تشن الحملة على اليمن؟ لماذا استهداف اليمن بالذات؟ إخواني، أن التلغيم
الشارع اليمني بهكذا طرق وهكذا أساليب باسم الدين والقرآن لا تمت لصلة، مع احترامنا لإخواننا الشيعة الاثني عشرية، وهم مذهب معترف به من مذاهب العالم الإسلامي الذي يدرس في الأزهر، وهم أكثر وأشرف وأنجب من الوهابيين والتكفيريين. بل الشيعة الاثنى عشرية مذهب أصيل، يعني له تاريخه وله يعني حاضره وله أئمته المعروفين. أما المذهب الوهابي فهو مذهب يعني لا يعرف إلا بالفتنة والقتال والقتل وسفك الدماء فيما بين المسلمين، لا يعرف إلا بداعش والنصرة وقطع الرؤوس والتفجير، لا يعرف إلا بالقاعدة وتفجير مستشفى الأرض وتفجير مستشفيات الجوف وغيرها، لا يعرف إلا بتفجير النفط والغاز اليمني، ولا يعرف إلا بالتفجيرات داخل المملكة العربية السعودية، لا يعرف إلا بقتل أبناء الأحساء، لا يعرف هذا المذهب الوهابي إلا بإثارة الفتنة في اليمين والشمال. لا يوجد لهذا المذهب الوهابي أي بصمة خير في هذه الدنيا. بصمة المذهب الوهابي هي القتل والدمار. هذه القناة الإرهابية، القناة التكفيرية، القناة الإجرامية. نتمنى على الإخوة في المملكة العربية السعودية، وهو تمني صادق، وأشهد الله أننا نشعر يعني بأنه يجب على المملكة العربية السعودية أن تنتبه إلى هذه القناة، فوالله أنها يعني تسيء إلى المملكة بشكل كبير، وهي تحرض بهذا الفكر التكفيري ضد المملكة العربية السعودية وضد ملوك وحكام المملكة العربية السعودية، الذين نحن نقول لهم أنتم تعلمون جيدا الشعب اليمني الذي يعني لا يحمل حكام المملكة العربية السعودية ولا المملكة العربية السعودية شعبا وحكومة ومواطنين إلا كل خير، لكن يجب عليكم أن تنتبهوا لهذا الفكر الإجرامي، يجب أن تنتبهوا إلى هذه القنوات التي تتظاهر بأنها تخدمكم، وهي في الأساس تبني وتحرض لعقيدة. أنتم تعلمون داعش هي صناعة هذا المذهب الوهابي التكفيري. داعش غير راضية، داعش تكفر الحكام السعوديين وحكام الخليج، بل حكام العرب والمسلمين جميعا. وقناة وصال هي نسخة من داعش، مع الخوف، هناك خوف من أن تصرح بعقيدتها. أنا لو فككتم قلوب هؤلاء المذيعين يشهد الله لرأيتم فيها ما في قلوب داعش بالتحديد. أما رسالتنا الأخيرة، إذا كان رجلا ولديه قيم واحترام ولديه قبيلة فعلا، فعليه أن يعود إلى أرضه، وإذا كان هناك من مشكلة فعليه أن يعالجها. الشعب اليمني شعب حكيم ومتفهم. تعال، لا تكن بائعا لضميرك ولا لإنسانيتك، لا تكن خسيسا تسكت من قبل خالد الغامدي وغير الغامدي، يسكتونك بشكل فظيع وشكل مريع، شكل فاضح، وأنت يعني للأسف تلبس المحزم اليمني، وتلبس الجنبية اليمنية، وتلبس الزي اليمني، وتمثل اليمنيين في قمة العار والشنار والخسة والدناءة. اليمني دائما هو رافع راس، اليمني دائما يكون عزيزا، يكون يعني محترما، يكون يعني ذا هيبة وذا احترام. أما أنت فقد يعني أضعت ويعني كل هذه القيم والأخلاق، وبديت يعني جبانا كذابا. يعني أنا تابعت هذا الرجل، والله العظيم أنا تابعت هذا الرجل في هزيمة هؤلاء التكفيريين في منطقة كتاف على أيدي الحوثيين. كان هذا الرجل يصرخ ويقسم بالله أن هذه ليست هزيمة، وأنه فقط انحياز وانسحاب تكتيكي إلى جبل، وأنهم سيعودون بحرب لا نعلم كيف هذه الحرب. وحلف وأقسم بالله هذا الرجل. ثم يعني لم تمر إلا ساعات حتى يعني يبث الحوثيين مشاهد فيديو بسيطرتهم الكاملة والتامة على هذه المراكز وتفجيرها. يتلو في اليوم الثاني تفجير هذه المراكز الإرهابية، وتأمين المناطق والوصول إلى المنافذ الحدودية، وتأمين الطرق وفتح الطريق التي كانت مقطوعة بين محافظة صعدة والجوف وغيرها، محافظة صعدة وبين مديرياتها البقع والوادي، قاموا بتأمين هذه الطرق، بينما هؤلاء التكفيريين كانوا يقطعونها ويقطعون رؤوس الناس ويعملون على تدمير النسيج الاجتماعي اليمني بحجة الإسلام والمسلمين والدين والأمة، وهم أخس وأدنى وأجبن من أن يكونوا هم حماة الدين، أو هم من يقوم ب يعني من يقوم بتمثيل
محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، الذي هو لا يقتل أحدا، لا يقتل أحدا، هو رحمة للمسلمين، للعالم، للأمة. هؤلاء جعلوا من دين الله سبحانه وتعالى دينا لقطع الرؤوس، دينا للتسابق في النحر، دينا لوضع عشرات الجثث ومئات الجثث أمام الكاميرات والإعدامات الميدانية. تشويه كبير لسنة رسول الله، تشويه كبير لدين الإسلام، لرحمة الإسلام، لعفوية الإسلام. أصبح الناس يكرهون هذا الإسلام، والله أصبح الناس يخشون من هذا الإسلام. هذا الإسلام الذي يقطع الرؤوس، هذا الإسلام الذي يقتل النساء، هذا الإسلام الذي يحفر الحفر ويقتل النساء بالحجار، هذا الإسلام المتوحش، الإسلام التكفيري، الإسلام الذي لا يعرف إلا السكين. ما هذا الإسلام؟ ما هذا الدين؟ أين الرحمة؟ أين الدين؟ أين الأمة؟ أين الإسلام؟ ما هذا الدين هل هذا هو واقع المسلمين؟ هل هذا هو؟ يا إخواني والله العظيم، والله العظيم هذا لا يمت إلى الإسلام بصلة، ليس له أي صلة بالإسلام. أنا أحلف لكم بالله، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، الرحمة للأمة، الرحمة للعالم بكله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. هل هذه رحمة؟ يا إخواني يا مسلمين، عودوا إلى رشدكم يا إخواننا في كل مكان. والله أنا أدعوكم بمختلف انتماءاتكم ومذاهبكم. إخواني يعني اقرأوا القرآن، يعني استشعروا رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني استنفروا إنسانيتكم. هل هذا من دين الله؟ هل هذا دين محمد بن عبد الله؟ أتعتقدون لو جاء الرسول بهذا القطع الرؤوس والذبح هل كان بقي دينه إلى الآن؟ هل امتد دينه إلى هذا؟ لا والله، لا والله، بل لم يكن الله ليجعله نبيا له. إن الله الرحمن الرحيم الذي يعني جعل اسمه بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ الإنسان وهكذا في بداية كل سورة وبداية ذكر الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة هنا يؤكد عليها الله سبحانه وتعالى بشكل كبير. هؤلاء التكفيرين لا يوجد عندهم رحمة أبدا، لا يوجد عندهم رحمة. أنا طبعا أحببت أن أوجه هذه الرسالة إلى جميع العالم المخدوعين في هذه القناة التكفيرية والإرهابية، ألا ينخدعوا في قناة قناة الفتنة، قناة الإرهاب، قناة الإجرام، قناة الذبح، قناة التحريض على قتل يعني قتل المرضى في المستشفيات بشكل فظيع. هذا ما أحببت أن أنقله لكم أحبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على حبيبكم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته المنتجبين، الذين أصبح الكل يتدعى بأسمائهم من هؤلاء التكفيريين. أصبح باسم هؤلاء الصحابة الأجلاء مذابح ومجازر وقطع رؤوس. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.